اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من قناة موبايل تك. معكم احمد، وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن واحد من احدث الموبايلات من شركة ريلمي، وهو ريلمي 12 اكس. الموبايل ده بيقدم مميزات كتير بسعر مناسب، وبيستهدف الفئة الاقتصادية اللي عايزة تستمتع بأداء كويس من غير ما تدفع مبلغ كبير. خليكم معايا في الفيديو ده عشان نستعرض كل حاجة عن الموبايل من حيث الأداء والكاميرات والبطارية والمميزات والعيوب. أولا، التصميم والشاشة. نبدأ بتصميم الموبايل. ريلمي 12 اكس بيجي بتصميم عصري وخامات بلاستيكية قوية. الموبايل وزنه حوالي 190 جرام، وده بيخليه مريح في الاستخدام اليومي. هو كمان مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54، وده معناه انه هيكون مقاوم لرذاذ الماء بشكل خفيف، بس مش هينفع يغمر في الماء. بالنسبة للشاشة، فالموبايل مزود بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة. الشاشة بتيجي بدقة HD بلس و 720 في 1604 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز. دلوقتي ممكن تتساءل ليه الشركة استخدمت دقة HD بلس بدل Full HD بلس. الإجابة ممكن تكون في إن الموبايل بيستخدم تجربة استخدام سلسة مع الحفاظ على السعر المناسب، وده عن طريق التركيز على معدل التحديث العالي اللي بيساهم في تحسين تجربة التصفح والألعاب، حتى لو الدقة مش الأعلى. لكن خلينا نكون واقعيين، الدقة دي ممكن تكون أقل شوية من توقعاتك لو أنت من محبي مشاهدة الفيديوهات بجودة عالية أو الألعاب اللي بتحتاج تفاصيل دقيقة، وده يعتبر واحد من العيوب اللي لازم تاخدها في الاعتبار. الأداء والمعالج. ننتقل دلوقتي لموضوع الأداء، وده واحد من أهم الجوانب اللي بيتميز بها الموبايل. ريلمي 12 اكس مزود بمعالج ميديا تك دايمنستي 6100 بلس بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر. المعالج ده بيجي بثمانية أنوية مع نواتين رئيسيتين من نوع كورتكس A76 بتردد 2.2 جيجا هرتز. بالإضافة لكده، المعالج الرسومي ميل G57 هيوفر لك أداء جيد جدا في الألعاب والتطبيقات اللي بتحتاج جرافيكس كويس. واحدة من المزايا الرئيسية للمعالج دي هي إنه بيدعم شبكات الجيل الخامس ال 5G، وده هيساعدك تستمتع بسرعات إنترنت فائقة، خاصة لو شبكتك بتدعم التكنولوجيا دي. وده بيخلي الموبايل ده من أرخص الهواتف اللي بتدعم ال 5G في السوق حاليا. دلوقتي لو جينا نبص على تجربة الأداء اليومية، هنلاقي إن الموبايل قادر على تشغيل معظم التطبيقات والألعاب بشكل سلس، زي لعبة ببجي وفري فاير وكول اوف ديوتي، وكمان بجودة متوسطة أو عالية من غير ما تواجه مشاكل كبيرة. الواجهة والنظام التشغيل. نيجي للسوفت وير. ريلمي 12 اكس بيشتغل على واجهة ريلمي UI 5.0 المبينة على اندرويد 14. الواجهة دي بقت معروفة بكونها خفيفة وسلسة في الاستخدام، مع بعض المزايا الإضافية اللي بتقدمها ريلمي لتحسين تجربة المستخدم. هنلاقي فيها ميزات زي الوضع الليلي ووضع الألعاب اللي بيحسن الأداء أثناء اللعب. بالإضافة لكده، الواجهة بتدعم ميزات الأمان المتقدمة زي قفل التطبيقات بالبصمة والواجهة، لكن ممكن يكون فيها بعض العيوب، زي ان فيها اعلانات كتيرة كعادة ريدمي. ممكن نتكلم هنا شوية عن الواجهة بشكل اوسع، ونعمل مراجعة لبعض الخصائص اللي ممكن تكون مش واضحة للكل. على سبيل المثال، واجهة ريلمي UI بتتيح لك تخصيص الشاشة الرئيسية وشاشة القفل بشكل كبير من خلال مجموعة متنوعة من الثيمات والخلفيات اللي بتقدر تحملها من متجر ريلمي. كمان في ميزة الفلوتينج ويندوز اللي بتتيح لك فتح تطبيقات في نافذة صغيرة أثناء استخدامك لتطبيق آخر، وده بيساعدك تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت من غير ما تضطر تخرج من التطبيق اللي شغال. الكاميرات.
وتجربة التصوير. نيجي دلوقتي لموضوع الكاميرات. ريلمي 12 اكس مزود بكاميرا خلفية مزدوجة. الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة f1.8 وهي المسؤولة عن التصوير الأساسي، والكاميرا الثانية هي الكاميرا العازلة بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.4. الكاميرا الرئيسية بتقدم أداء جيد في الإضاءة الجيدة، وبتطلع صور بتفاصيل واضحة وألوان طبيعية، لكن مع الأسف الأداء في الإضاءة المنخفضة مش بنفس القوة، وده ممكن يكون عيب لو أنت من محبي التصوير الليلي. الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبتدعم تصوير الفيديو بجودة 1080p 30 fps. الكاميرا الأمامية بتأدي الغرض منها في تصوير السيلفي والمكالمات الفيديو، لكن ما تتوقعش من هذا خرافي في ظروف الإضاءة الضعيفة. البطارية والشحن. من الحاجات اللي بتميز ريلمي 12 اكس هي البطارية الكبيرة بسعة 5000 ملي أمبير. البطارية بتدعم شحن بقوة 15 واط، وده ممكن يكون بطيء مقارنة بالمنافسين اللي بيقدموا شحن أسرع في نفس الفئة السعرية، ومش كعادة ريلمي بتقدم شحن أسرع من كده عادة في الفئة دي، لكن قدمت 15 واط في ريلمي 12 اكس. البطارية دي هتكفيك اليوم كامل في الاستخدام العادي، سواء كان تصفح مكالمات أو مشاهدة فيديوهات. لكن لو أنت من الناس اللي بتستخدم الموبايل بشكل مكثف هتحتاج تشحنه مرة على الأقل خلال اليوم. المميزات والعيوب. خلينا نراجع المميزات والعيوب بشكل مركز عشان نكون شايفين الصورة الكاملة. المميزات: 1. دعم شبكات الجيل الخامس 5G وده بيوفر لك انترنت أسرع بكتير. 2. معالج قوي بالنسبة للفئة السعرية دايمنسيتي 6100 بلس هيقدم لك أداء ممتاز. 3. بطارية كبيرة بالنسبة للمنافسين. 4. شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز تجربة سلسة في التصفح والاستخدام. 5. مقاومة للماء والغبار بفضل شهادة IP54. العيوب: 1. دقة شاشة منخفضة HD بلس مش هتكون كافية لمحبي الدقة العالية. 2. شحن بطيء 15 واط أقل من المنافسين. 3. أداء الكاميرات في الإضاءة المنخفضة مش الأقوى في الفئة دي. 4. الشاشة IPS مش AMOLED. 5. السماعات الصوت مونو مش ستيريو وده ممكن يأثر على تجربة الصوت. الموبايل ده مناسب لمين؟ لو انت بتدور على موبايل بسعر معقول وعايز تستفيد من تقنية الجيل الخامس في ريلمي 12 اكس هيكون اختيار ممتاز. كمان لو انت مستخدم عادي وبتدور على الموبايل بيقدم لك أداء مستقر في الألعاب والاستخدام اليومي ده هيكون من أفضل الاختيارات. لكن لو انت من محبي التصوير بجودة عالية أو بتفضل الشاشة تكون بدقة Full HD بلس فممكن تفكر في موبايلات تانية في نفس الفئة السعرية زي شاومي ريدمي نوت 13 أو سامسونج جالاكسي 35 اللي بيقدموا شاشات بدقة أعلى وتجربة كاميرا أفضل. آخر حاجة هنتكلم عنها هي السعر. ريلمي 12 اكس متوفر في مصر بسعر حوالي 8600 جنيه للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام، وفي السعودية النسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر حوالي 580 ريال، والنسخة الأكبر بسعر حوالي 680 ريال. في الإمارات الأسعار بتبدأ من 500 درهم للنسخة 128 جيجا. السعر ده بيعتبر منافس جدا بالنظر للإمكانيات الموبايل بيقدمها، وده بيخلي ريلمي 12 اكس خيار جذاب لأي حد عايز موبايل اقتصادي مع مميزات حديثة. ده كان كل حاجة عن ريلمي 12 اكس. لو لسه متردد إذا كنت هتشتريه أو لأ فكر في احتياجاتك الأساسية وهل الموبايل ده هيقدر يلبيها. لو لقيت إن المواصفات دي مناسبة ليك فأعتقد إن هو هيكون اختيار موفق. متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو عجبك المحتوى، وكمان فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناة، وسلام.